السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة المسيرة أخبار المغرب. في فيديو اليوم نوضح لكم ما بثته القناة الجزائرية من برنامج بعنوان المحبس. في الجزء الأول نقدم لكم التقرير الذي أعدته القناة الأولى المغربية حول ما جرى من تصوير وإخراج وسيناريو لهذا البرنامج الذي يثير الضحك أكثر مما يوثق لقضية واقعية. أما في الجزء الثاني من هذا الفيديو سنبث لكم هذا الريبورتاج كاملا ونترك الحكم لكم لكي تشاهدوا بأنفسكم ما بثته هذه القناة الرسمية الجزائرية. وفي الأخير دائما نذكركم بالاشتراك في القناة وعمل لايك وكذلك الضغط على زر الجرس. شكرا على متابعتكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله. جائزة أوسكار لأفضل فيلم عن سنة 2021 في صنف الخيال العلمي تعود إلى الفيلم الجزائري المحبس، 48 ساعة في قلب المعركة الخفية. إبداع متفرد جديد يخطف الأضواء تأليفا تصويرا توضيبا وإخراجا، لم تقوى على مجاراته أعتى المدارس السينمائية عبر العالم. إبداع كانت التلفزة الجزائرية حاضنته، وتفرده يكمن في نقاط عديدة. أولها سيناريو التزم الكذب والمعلومات المغلوطة من البداية وحتى النهاية، وهو أمر محمود في سينما الخيال العلمي، وهذا غيض من فيض. أما الرباط ستستعين بجيشها لفتح المعبر بالقوة. والحقيقة القوات المسلحة الملكية باشرت في 13 من نوفمبر السنة الماضية عملية استعادة حرية التنقل بمعبر الجرجارات بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين. ولك أن تسأل بعثة المينورسو التي وثقت كل صغيرة وكبيرة في هذه العملية. الأزمة خارقا الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 91. والحقيقة أن شرذمة البوليساريو عمدت إلى إغلاق معبر الجرجارات، بل وعاثت فسادا فيه. ولك أن تسأل مئات من مهنيي النقل الدولي للبضائع والسلع من جنسيات مختلفة، تفاديا لإدانة دولية بعدما وضعت المملكة اتفاق وقف إطلاق النار على المحك. والحقيقة دول تلو الأخرى سارعت إلى التعبير عن دعمها وتأييدها للمغرب. ولك أن تفتح التلفزيون لتتعرف على حقيقة الأمر، لكن طبعا ليس التلفزيون الجزائري، فحتما لن تجد فيه ضالتك. لائحة الأكاذيب التي صنعت تفرد هذا العمل المستوحى من الخيال طويلة، لكننا نتوقف قليلا أمام جمالية الصورة، نتأملها وإياكم بتمعن كبير. قصف في حرب اليمن يعود لأكثر من 3 سنوات تحول بقدرة قادر إلى اشتباكات بين أبطالنا البواسل ومرتزقة البوليساريو، ولك أن تعاين. ولتكتمل أساسيات مشهد الكذب والتدليس، لا بأس من اتهامات تلقى جزافا. الدور هذه المرة على الإعلام المغربي الذي أكد كاتب السيناريو أنه يشن حربا على كل وسيلة إعلامية تحاول كسر ما سماه بالتعتيم. الكل يفيد الجمع، وما نعرفه وندركه أن التلفزة الجزائرية وحدها من تحمل مشعل الدفاع عن وهم لغاية لم تعد مراميها تخفى على أحد. نجاح هذا العمل السينمائي لا يمكن أن تكتمل أركانه دون شخوص اقتحموا للتو مجال التمثيل. فها هو القائد بحنكته ينتظر إشارة المصور ليعطي الأمر بإطلاق النار.
وها هو الصحفي الجهبذ في ساحة الوغى يجد وقتا لتوثيق اللحظة. وها هم المرتزقة في ملابسهم الأنيقة يتحدثون عن دمار كبير لحق بالقوات المسلحة الملكية، وثقته هذه المرة كاميرا الهاتف، فلعل كاميرا التصوير أصابها عطل ما. إبداع رافقته موسيقى تصويرية حزينة أثرت على وجداننا جميعا. إبداع لا حدود له أجمل ما فيه. أما نحن فسنغادر المكان في الحين، لأنه حسب المعلومات فإن المغرب سيقوم بالقصف عشوائي بعد لحظات. صحفي مستبصر يعرف أين ومتى ستضرب القوات المسلحة الملكية، وهل ستصيب الهدف أم أن قصفها عشوائي. لكن الواجب المهني يقتضي منا إحقاقا للحق أن نشيد بهذا الصحفي وإن تكالبت زلاته على لغة الضاد، فقد أثبت أنه من أشد متتبعي القناة الأولى. كيف ذلك؟ صور كثيرة اختفت في هذا البرنامج بعدما أثبتت الروبورتاج الذي بث آنفا في التلفزة الجزائرية. الكاميرا التي كانت مشتعلة في الروبورتاج في عز تبادل القصف أطفئت بعدما أشرنا إلى الأمر. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10 ليلا، والقصف في كل الاتجاهات. أما الخوذة والواقي من الرصاص اللذين يعدان من بديهيات العمل الصحفي في الحروب، فقد وجد هذا الصحفي تفسيرا جهنميا لغيابهما. ظروف الحرب وشروطها الأمنية الوقائية فرضت علينا في إطار نقل حقيقة ما يجري في المنطقة أن نتعامل مع الوضع بكل عفوية وسرعة، حتى وإن كلفنا ذلك الاستغناء عن الخوذة والسترة الواقية. وفي عز الحرب الخفية في المحبس، وفد أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية ومقر القنصلية العامة الأمريكية المرتقبة بالداخلة، ويعطي انطلاقة مشاريع اقتصادية بالمنطقة. وفي عز الحرب الخفية في المحبس يخرج المواطنون للتبضع في أمن وأمان، ويتفكهون على حرب افتراضية لم يصلهم منها سوى تراهات يرددها التلفزيون الجزائري. كيقولوا راه المحبس فيه الضرب، ما فيه حتى شي ضرب. أنصدق هذا أم ذاك؟ هنا تكمن عبقرية مبدع هذا العمل السينمائي. ننتظر الجزء الثالث بفارغ الصبر. اعتصام الأسابيع الثلاثة ما قبل تقويم 13 نوفمبر لمحتجين ضاقوا ذرعا بمساومات الفاعلين الدوليين. سيقومون بما عجزت عنه منظمة الأمم المتحدة، سيقومون بغلق ثغرة القرقرة غير الشرعية. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تصرح بأن المساس بأي مواطن في هذه المنطقة إعلان العودة للحرب. أما الرباط ستستعين بجيشها لفتح المعبر بالقوة، بل وستقوم باستفزاز الجميع وتنفذ 3 ثغرات مماثلة. سينفخ المخزن بهذه الخطوة في نيران الأزمة خارقا الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 91، مما سيجعل الحلول السياسية للقضية أشبه بالسراب. أما الجبهة الشعبية فستعلن عن عودتها للحرب في 13 نوفمبر ردا على الخرق، حرب الأشقاء الثانية.
يرافقني إلى قطاع المحبس 4 أفراد يشكلون فريقا صحفيا متكاملا لتوثيق حقيقة الوضع بالصوت والصورة في الوقت الذي يشن فيه إعلام المخزن حربا إعلامية على كل وسيلة تحاول كسر التعتيم الإعلامي الذي يمارسه على القضية، لأنه لا يريد للعالم أن يطلع على ما يجري في الميدان لأسباب يرجعها المراقبون إلى خشية الرباط من التأثيرات الاقتصادية للحرب، وتفاديا لإدانة دولية بعدما وضعت المملكة اتفاق وقف إطلاق النار على المحك. نوفمبر 2020 المملكة المغربية نسفت بالصورة كلها مخطط السلام، وبالصورة أخص وقف إطلاق النار بالفعل الديني التي أقدمت عليه في منطقة القرقرات، خروجها من الحزام الدفاعي وأخذها لأراضي جديدة أضافتها للأراضي المحتلة. بهذا الموجب الجبهة الشعبية تحررت نهائيا من وقف إطلاق النار، والجمهورية الصحراوية أصدرت قرار بهذا الموجب. منذ ذلك التاريخ جيش التحرير الشعبي الصحراوي دخل في حرب. المغرب إلى حد الساعة يحاول أن يتكتم على هذه الحرب، يحاول أن يخفيها، يحاول أن يظهر أن المنطقة هادئة وأن ليست هناك حرب. من ثغرة القرقرات ضد الشرعية إلى معابر نحو الحرية، قرر هؤلاء الذين كان بعضهم أطفالا حين أخرج آباؤهم من الديار وضع حد لمصيرهم المجهول الذي يدخل عقده الخامس. حرب التحرير ما هي محصورة لجيل عن جيل. حرب التحرير مسؤولية جميع أجيال أهل الصحراء السابقين، ونحن جيل عشنا معاناة أكثر من اللي عاش هذوك اللي سابقنا، بحكم اللجوء وبحكم المعاناة وبحكم بعدنا عن أوطاننا. وحرب التحرير الثانية هي قضية حياة وموتنا. شعارنا الوحيد ولوحد في هذه المرحلة هو كل الوطن أو الشهادة. عاطين أعمارنا وعاطين ما تملك أيدينا من أجل تحرير وطننا. المقاتل الصحراوي والهبة الصحراوية نعتت للعالم كامل عنه جسم واحد موحد. الشاب الصحراوي أصبح اليوم عبارة عن ذاخرة من أجل استغلاله. نحن اليوم متطوعين أكثر من أي وقت مضى، لأننا يعني عندنا الشعار كل الوطن أو الشهادة، يا إما الموت بكرامة يا إما استرجاع كافة ربوع الدولة الصحراوية. نحن ما لنا أغلى من يعني ما أن أغلى ولا أكبر ولا أثمن من الأحرار والشهداء اللي فات مشات بالقوافل من أجل يعني تحرير هذه الأرض. وقطعا عنا نحن من أولادهم، نحن أبناء هذوك الأسود اللي استشهدوا. هذا هو الواقع في قطاع المحبس الحابس للأنفاس. قصف وقصف متبادل بين الجيش الصحراوي والجيش الملكي القابع وراء الجدار العازل، حيث نتواجد على 4 أميال منه، والذي يزيد طوله عن 2700 كيلومتر. خيط رفيع بين الحياة والموت هنا. المنطقة نعرفوها كيف نعرفوا الصور اللي وصلوا بهم، نعرفوها مليح، مسالكها، جبالها وديانها، سهولها، بلد ماها، بلد كذا الى اخره. والعدو اللي نعرفوه قاعده قطاع المحبس نعرفوه كيف نعرفوه اكثر ونعرفوا ديارنا بيوتنا، ومستعدين تم هاك
لين يستشهدوا الحرب الرابعة. المقاتل الشاب اليوم أكثر معرفة وأكثر دراية بالأرض وقدرة على استعمال السلاح وقدرة على حتى إثارة الهزيمة في نفوس جيوش المخزن المتمركزة في جدار الذل والعار، حيث تتساقط عليهم قنابل جيش التحرير الشعبي في كل وقت لا يعرفون متى ولا أين ولا كيف. الله أكبر، هذا هما. الوضع الذي كان هادئا لساعات ينذر باشتباكات بينهما. قصف مغربي مصدره القاعدة العسكرية 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع يستهدف بيوتا لمدنيين صحراويين في حدود 11:15 بقذائف عنقودية. لم تسفر عن خسائر بشرية لأن من كان بالمكان قد نزح، فكما كل حرب وضع إنساني معقد. أزمة النزوح في الصحراء الغربية تتجدد. يا الله أعطيني جد. من يوم 13 الشهر الماضي من خفيض القرقرات وبداية الحرب على مستوى الرب كله. جيش التحرير الشعبي كله كانوا عنده المواطنين، كانوا عنده بلديات وعنده ناس في الأرياف. عاد مسؤوليات ثنتين، خفيض الشلوحة ونقل المواطنين الصحراويين بالتأمين إلى حقهم المناطق الآمنة. الوضع هون المنطقة راه وضع حرب ضروس من الليل وفي النهار. كيف شفتوا انتم وواجهتوا وشفتوا ورأيتوا وسمعتوا، هو عن خبيط الليل والنهار بجميع الأسلحة اللي عند شلوح. يرمون بجميع اللي عندهم الأسلحة من عند 155 إلى العربة بيم 21 هاون 120 دبابات الرشاشات لكل نوع من عند 20 23 إلى كلهم. التنقل هنا محسوب بدقة، فمسافة الأمان محددة بين قصف وقصف عشوائي ورصد رادارات المراقبة المغربية. لاسترداد الأنفاس يدرك فريقي أنه يستوجب انتظار هدوء الوضع نسبيا للانتقال إلى الضفة المقابلة، حيث تتواجد البيوت المدمرة من أجل تصوير الركام عن قرب. ستقترب الآليات القتالية التابعة للجيش الصحراوي من الجدار المغربي بمسافة لا تزيد عن الميلين، وستكون ردة فعله عنيفة جدا. ظروف الحرب وشروطها الأمنية الوقائية فرضت علينا في إطار نقل حقيقة ما يجري في المنطقة أن نتعامل مع الوضع بكل عفوية وسرعة، حتى وإن كلفنا ذلك الاستغناء عن الخوذة والسترة الواقية. الساعة الآن تشير إلى حوالي 10:10 ليلا.
والقصف في كل الاتجاهات. يحدث هذا في الوقت الذي يحاول الإعلام المغربي أن يتكتم عن هذه الحرب المرفوضة التي ما كانت ستنطلق لو لم تخرق الرباط الاتفاق العسكري رقم 1 واتفاق وقف إطلاق النار. وهنا نحن ملزمون على إطفاء ضوء الكاميرات والتقاط المشاهد الليلية دون إنارة حتى لا نكون عرضة للقصف. ستكون مصدر النيران المغربية في صباح اليوم الموالي للمعركة هدفا لصاروخ الجراد الذي سينطلق من هذا المكان، حيث يواصل الجيش الصحراوي هجماته. النقطة اللي هاجمتم بحضرتكم كنتم متواجدين معنا هي جبهة الفيلق 40، كانت القاعدة 22 والصنيت 211، بالإضافة إلى امتس ثم كذلك القاعدة 23. المعركة دامت تقريبا ساعتين، يعني يقول حد قصف غير يقول في الحقيقة هي معركة متواصلة، كانت متواصلة لمدة ساعتين، ومن بعدين في العشية تواصلت، وفي الليل كيف حضرتوا وشاركتوا معنا فيه تم هجوم استخدمت فيه جميع الوسائل بما فيها المناطق الخفيفة ضد المغرب، الشيء اللي جعلهم على كل حال صابتهم الارتباك المتين، واللي ردوا من جميع الواجهات عشوائي، واللي قطع لهم في ذيك العملية تكبدوا فيها خسائر كبيرة. سيقصف الجيش الصحراوي إذن بعد لحظات القاعدة العسكرية رقم 22 من الفيلق 40 مشاة القطاع بالمحبس، ردا على الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقها المغرب باتجاههم. أما نحن فسنغادر المكان في الحين، لأنه حسب المعلومات فإن المغرب سيقوم بالقصف عشوائي بعد لحظات. أنا مليح لا ما شاء الله. النتيجة تفجير القاعدة العسكرية الملكية، وهنا لا حاجة لإنكار ما بات جليا لعدساتنا. يا ربي يا ربي يا ربي، ما في قصونا. ثمانية 48 ساعة في ساحة القتال بقطاع المحبس كانت كافية لنقل واقع مر، بالرغم من منع الرباط الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين من الولوج إلى منطقة ما وراء الجدار العازل. إلا أن الميدان أبلغ أنباء من كل بيان تستر أو إنكار لحرب مخفية سيعكر استمرارها
هدوء الصحراء من المحبس إلى القرقرات، ويهدد استقرار المنطقة برمتها من الخليج إلى المحيط.